السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل والسعادة على عيونكم، أو يا صباح الفل والسعادة على عيونكم. هنعمل النهاردة إيه بقى؟ أكلة جميلة، المبكبكة يا جماعة. المبكبكة الليبية بقى، الأكلة التحفة. هنعملها كده إن شاء الله. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله. يلا معايا هنا كده حلة نزلت فيها بحبة زيت أو سمنة اللي عندك. معايا هنا كده بقصل مقطعاه، هفضل كده أشوح فيه شوية مع بعضينا كده. هنشوح فيه شوية لغاية ما إيه، ما يصفر. انا عايزاه يصفر بس مش عايزاه يتحمر. طب هنعملها بقى بايه المبكبكه بتاعتنا دي؟ ايه، في ناس بتعملها بفراخ وفي ناس بتعملها بلحمه، بس هي مشهوره عند الناس الليبيين باللحمه. انما انا النهارده هعملها ايه، بالفراخ. كان عندي كده قطع بانيه، مش الفراخ اللي هي الايه الكامله، لا كان عندي بانيه كده هحطه في قلبها هعمله بيها. انا هنا كده البصله بتاعتي اصفرت. ادي البانيه اللي بقول لكم عليه. البانيه ده انا بشيله في التلاجة اصلا متبل، يعني انا ببقى شايلاه متبل. بس هنزل كده بيه على البصل، هشوحهم مع بعضيهم كده شويه وانا معليه النار. يعني انا كده عليت النار اول ما حطيت ايه، البانيه بتاعي او الفراخ بتاعتي. هنزل كده اشوحهم كده شويه، وبعد كده ايه، بعد ما ايه ما احس ان ايه ان البانيه كده ايه، ان المسام بتاعته كده اتقفلت، او بمعنى اصح نزل السوائل اللي فيه. ايه خلاص على كده هبدا بقى ان انا اجيب بقى ايه معلقه توم واحطه ايه عليهم. احنا بنحط على الفراخ بس في المبكبكه توم، انما في اللحمه ما بنحطش توم. ماشي، هشوحهم كده مع بعضيهم لغايه ما اول ما اشم مثلا ايه ريحه التومه. مش عايزه التومه تتحمر. بس هجيب بقى ايه بعد ما اشوحهم كده مع بعضيهم، هجيب ال هجيب كده بقى ايه هريسه، معلقه هريسه من الشطه. لان ايه، احنا بنحبها اصلا المبكبكه دي بتبقى مشطشطه كده، بتبقى طعمها حلو وهي مشطشطه. هنزل كده بمعلقه الهريسه اللي معايا على قلب الايه الفراخ والبصل والثوم اللي انا حطيتهم، وبرده هديهم تشويحه كده. وبعد كده هجيب معلقه بابريكا مدخنه وايه، واحط ايه، هحط المعلقه بتاعت البابريكا ديت، هحطها هنا ايه على الفريخ. هديها برده كده تشويحه كده كله في قلب بعضه. هتلاقوا كده حتى الايه الفراخ قلبت ايه على لون ايه وردي كده او لون احمر شويه عادي من البابريكا. هديها تشويحه كده زي ما انتم ما شايفين. بعد كده بقى انا هجيب كده بقى صلصه، سواء انت صلصه ضربها في الخلاط او عندك ايه صلصه. ومعايا برضو هنا فلفل متقطع حلقان ايه، هنزل بيه. بس انا المفروض ما كنتش نزلت بالفلفل دلوقتي. الفلفل ده بينزل في الاخر، لانه لازم كده يبقى فيه ايه قرشه كده في قلب في قلب المكرونه، مش يكون يستوي مع المكرونه. انما انا عيالي بقى لما بيلاقوه كده فما بردوش إيه ياكلوه. فهنا كده هنزل بالطماطم او بالصلصه اللي معانا ايه، وهسيبها كده ايه اديها تقلبتين كده في قلب الفراخ بالبصل، وهسيبها ايه تغلي معانا بس. وبعد كده ايه هنزل بقى بالفلفل. بس عندي بقى ايه ميه مغليه في الايه في الكتل. هسيبها برضو بس تتعمل زي ما قلت لكم، تاخد بس غلوه معانا. هنا بصوا هو خدت غلوه معانا ازاي اهي. هنزل بيها بقى كده بمكعب مرق دجاج. انت عايزه تحطي المكعب مرق الدجاج حطي، مش عايزه تحطي وتكتفي بالملح خلاص على كده. بس مش هحط فيها توابل ولا اي حاجه خالص، هكتفي بس بمكعب ايه المرق بتاعنا. وهنزل بالفلفل كده، وبعد كده هغطيها بس. وبعد كده ايه عقبال ما الميه بتاعتي اللي كانت في الكاتل تسخن زي ما قلت لكم، وهجيب الميه ادلقها عليها. بص انا هنا جبت الميه ادلقها عليها، وبعد كده هغطيها مثلا ايه تغلي برضو غلوه كده ولا حاجه. وبعد كده ايه هنزل بالمكرونه بتاعتي، بس لا حاطه فيها توابل ولا حاطه فيها ايه اي حاجه تانية. هنا كانت غلت بس شويه. بعد كده ايه هنزل ايه ادي المكرونه بتاعتي هنزل بيها. ده نص كيلو من المكرونه. ايه انا هحط برضو ميه تاني، لان ايه حاسه ان الايه ان الميه بتاعتي قليله. لان احنا بنحبها ايه فيها كده ايه سنه ايه زي الشوربه كده. مش بنحب ناكلها ناشفه، لا بنحب يبقى فيها ايه سنه زي الشوربه كده. بصوا شايفين الايه انا عايزاها كده، يعني انا عايزاها نفس النظام كده. هوت فيها ايه سنه ايه ميه كده فيها. هنا كانت خلاص بقى كده المبكبكه بتاعتي استوت. بصوا الله على جمالها وهي نازله من الحله كده، يا سلام. الطعم بقى ايه كان جنين. بصوا طبق مكرونه يدفي في الشتاء جنين.
بصوا الفراخ بقى مستوية كده وجوسي كده وطعمها يا خروشي. وكانت بقى مشطشطة ايه، حبة هريسة الشطة اللي انا حطيتها مع القرن فلفل ده خلوها مشطشطة نور. لزوم الدلع بقى حطيت لهم كده حبة خضرة على الوش من فوق. وخلاص على كده، وبألف هنا وشفا، وتفضلوا كلوا معانا. ويا رب وصفتي تكون عجبتكم النهارده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد مني.